ده غير الصفقات اللي فتنت عليك فيهم واللي انت لسه ما كنتش عملتهم، اللي هي عربيات كنت ناوي تهربها من ليبيا، ما كنتش ناوي تدفع الجمارك وبتزور في ورقها، وادويه فاسده متخزنه في العراق كنت ناوي برضو تدخلها مصر حسب كلام هذه السيده في السي دي اللي وصل للاستاذ مرتضى منصور. طبعا سيبك من الهيروين. ليه؟ هقول لك ليه. وده اللي هياكل عيش. لحظه. وده اللي هيمزج الناس. وده اللي هيمتعهم، هيخليهم عايشين ممنونين وفرحانين ومبسوطين. ليه نسيبنا من الهيروين؟ ده الاساس الهيروين. الاراضي دي 9 مليون جنيه كلام فارغ. العربيه هتجيب 100,000 جنيه ولا بتاع. لا ما نسيبناش من الهيروين. لا انا هقول لك سيبك من الهيروين. ما سيبناش من الهيروين لان الهيروين صعب يتحقق فيه دلوقتي، لان خلاص انت هربته ودخلت بيه. لا فمش هقدر يعني لا 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 امسكك بالجرم المشهور. ما سيبنيش من الهيروين. مش هعرف لا ازاي يعني انا جبته ووزعته ازاي؟ او جبته استعمال شخصي؟ ده اللي انا عايزه اساله. بتتاجر فيه ولا لاستعمالك الشخصي؟ لا بشم في اليوم كيلو هيروين. شوفي بقى البنت دي لمياء ناصف دي سابت مصر كلها وراحت لاشرف الشرفاء في جمهوريه مصر العربيه في العالم العربي وهو مرتضى منصور عشان تحط له السي دي ده. شفتي الضمير؟ شفتي الاخلاق بتاعتها وبتاعته؟ والسي دي مكتوب عليها انها موجوده في 9 شارع الجزائر في المهندسين. ما تيجي نفتح بقى ونتكلم. عنوان، ما انا بقول لك في اسم وعنوان. بس بقى اوكي بقى. حلو كده. قامت المباحث ما بتحركش طبعا. راحت 9 شارع الجزائر المهندسين، لقيته عنوان وهمي. ده في المعادي وهمي، ده في دبي وهم، ده في سوريا. شوف اللفه عامله ازاي. وبعدين هيروين. وصلت للهيروين. ايه ده؟ ده ايه قله الادب والسفاله دي؟ هيروين، وصلنا للهيروين، لتجاره الهيروين كمان. وبعدين خلي بالك بقى، انا في السنه دي ما سافرش الا سفريه واحده او سفريتين، وهقول لك على قصه طريفه جدا. انا ما بسافرش الا مع مراتي. يعني مراتي بتسافر معايا معظم السفرات. هقول لك على حاجه الطف. رحت احضر مباراه مصر والجزائر في ام درمان. تصفيات كاس العالم. كنت رايح مع مين بقى؟ مع وفد برلماني مصري. في النائب محمد ابو العينين والنائب مصطفى بكري والنائب سيد جوهر والنائب الحسيني ابو قمر والنائب مصطفى الجندي ونواب كتير. نزلنا السودان، رحنا الفندق، يا دوب كلنا لقمه، طلعنا على الملعب، طلعنا من الفندق، خدنا العربيه، طلعنا على الطياره ونزلنا في مصر. كنا الساعه 1:30 في مصر. قال لك ده لمياء سبقته على السودان. رحت الجزائر، كان معايا زميل كمال عامر نائب رئيس تحرير روزا اليوسف ورئيس القسم الرياضي بروسا اليوسف. قال لك ده لمياء سبقته على الجزائر. ده كل ده بقى خلي بالك بقى ايه؟ كلام في البرامج. مش كلام بقى انا بقوله من عندي، لا كلام في البرامج. طب ما تجيبوا لنا لمياء. ارض دمياط. جبنا شهاده من مدينه دمياط. انا دمياط دي رحتها مره واحده بس في انتخابات سمير زاهر في مجلس الشورى من فتره طويله يعني. مدينه لها احترامها الشديد يعني. فجبنا شهاده ان احمد شبير ده اصلا ما تعاملش معاه لا من قريب ولا من بعيد. قال لك لا ده طلعت باسماء ناس ثانيه. بلاش البنك. جبنا شهاده من البنك ده ان لم يكن لي تعامل من قريب او من بعيد خالص، عمري ما كان عندي جنيه في هذا البنك. قال لك ده اكبر دليل ادانه. لا البنك ده، البنك الثاني كان 9000 جنيه اول عن اخر. اول عن اخر 9000 جنيه عشان كان مديره او رئيسه عبد الرحمن بركه اللي كسبه في الانتخابات. والعربيه المرسيدس اللي انت جبتها لها هديه؟ طب ليه هجيبها لها هديه؟ طب ما انا اجيبها بقى لصاحبتي ولا لمراتي ولا لاختي ولا طب ما هي صاحبتك. هجيبها لها ليه؟ لا حول ولا قوه. هجيبها لها ليه؟ اذا في سي دي جنسي بينك وبينها. يا وفاء يا جنسي فين؟ طب ما تجيبوه لنا يا جماعه. ده اللي بيقال. ما تجيبوه لنا. لا اجيب لك سي دي دلوقتي مركب وده ما ظهرش. اقول لك المثال اللي قلته لك في بدايه الحلقه. النيابه حققت معاك في الموضوع ده انا اللي طالب بقى. انا دلوقتي انا اللي قدمت بلاغ كاذب ضد كل ما قيل في هذا السي دي. لسه بتمنى واملي في الحياه ان السيد النائب العام يعلن للراي العام. هل انا فعلا بتاجر في الهيروين؟ هل انا فعلا هربت الاراضي ولا هربت الادويه الفاسده ولا دخلت العربيات؟ السي دي ده مين؟ والبنت دي مين؟ وعملت كده ليه؟ ومين اللي جاب الشريط؟ ما لازم نعرف. ما لازم الناس تعرف. سيبك ان انا عضو في مجلس الشعب، مش مهم.
انا مواطن عادي، انا بني ادم عادي زي ملحم ولا زي شربل ولا زي ابراهيم ولا زي سعيد ولا زي محمد، وبيتهم بهذه الاتهامات. الطبيعي ايه؟ يترد. اخد عقوبتي. لا، اخد حقي. انا مش عارف اخد حقي وانا عضو مجلس الشعب بقى 6 شهور. بتحقق. عارفه من خلال برنامجك ده بقول ايه؟ بوجه نداء للنائب العام المصري. يا سياده النائب العام، من فضلك قول لنا نتيجه التحقيق. قول لنا هربت هيروين ولا لا؟ هربت سيارات ولا لا؟ هربت ادويه ولا لا؟ عملت الاراضي السوق السوداء زي ما بيقولوا ولا لا؟ غسلت اموال ولا لا؟ لانه لو مدان لابد من عقوبه، وعقوبه رادعه. لو مش مدان اللي عمل كده لابد ان ياخد عقوبه، وعقوبه رادعه. والقانون في مصر هو السيد، ومفيش حد فوق مظله القانون. وعلى فكره اللي عمل ده هو الوحيد اللي اتحبس. مين هو اللي عمل ده؟ اللي قدم الشريط ده، مش اللي قدم السي دي، ده مرتضى منصور. مرتضى منصور. بس هو ده جاله. دي واقعه حقيقه. بس هو مش جاله. سابوا مصر كلها. سابوا 80 مليون مصري، اطفال ورجال وسيدات وشباب ونساء وكبار، و 80 مليون مصري. قال لك الراجل بيدافع عن الحق. طبعا ده المدافع الاول عن الحق في مصر، ورجل القانون الاول، ويعني حاجه عظيمه جدا. سابوا ال 80 مليون مصري وراحوا له، قال لك ده بحكم الدستور، انا ماليش دعوه. انا عايز اعرف الحقيقه. مين اللي اتحبس في مصر بدل المره مرتين؟ ما تتكلموا وتقولوا. وانتوا بتخافوا؟ مين ولا اللي ايه؟ انتوا كاعلام بتخافوا، بتترعبوا، بتترعشوا. مين؟ لما بتتكلموا عن مرتضى منصور. والله ليه هو بابا؟ جدا. ليه؟ ده بعبع للاعلاميين بشكل يخض. لا هاجي لك في حته الاعلاميين بس ما تطلعليش. لا مش هطلع لك من الموضوع. مش هطلع لك بقى. مرتضى منصور محامي شاطر من وجهه نظرك. هو مش محامي شاطر؟ من وجهه نظرك. كسب كل القضايا اللي هو. فين ده؟ عمري ما قريت عن قضيه محاميها مرتضى منصور. ده كلها 3 4 قضايا، مش عارف انتخابات ايه وبتاعت وحاجات كده يعني. هاتي القضايا. هاتي القضايا وهاتي كده شوف المكتب فيه كام قضيه عشان تعرفي القصه. سيبك من الكومه فلاش والكلام الفارغ بتاع ده كله ده كلام لا اساس له من الصح. هاتي القضايا، هاتي الرول بتاع القضايا من المحاكم واعرفي محامي شاطر ولا مش شاطر. اصل النهارده ممكن تقولي انتخابات نادي الزمالك باطله عشان واحد ما مضاش، او واحد اتكتب اسمه انه ادلى بصوته ما ادلاش بصوته. دي كلها اجراءات، حاجات اجرائيه فقط لا غير. لكن هاتي القضايا اللي هي القضايا وشوفي. ضد ومع. احمد شوبير ضد او مع عمل المرأة قاضية في مجلس الدولة المصري؟ مع. ضد او مع منع الاختلاط البنات والولاد في المدارس؟ ضد. لانه خلاص كل بنت بتحترم نفسها، كل ولد بيحترم نفسه. احنا في مجتمع مفتوح، والبيت هو الاساس. لو البيت مربي كويس مش هنخاف على البنت، لا في مدرسه ولا في جامعه. بعدين طب ما منعناها في المدارس، طب وفي الجامعه؟ وبعد الجامعه لما تشتغل هنعمل ايه؟ هنمنعه شويه وشويه؟ لا، لان الاختلاط قادم وجايه. فاعتقد انه هيبقى صعب ان احنا نطبق هذا. ضد او مع ما فعله مالك فندق جراند حياه في مصر بانه منع الخمور في الفندق؟ والله انا معاه وبشده. معاه. ضد او مع منع القبلات في الافلام المصريه؟ بقت ساخنه وبقت زياده عن اللازم. يعني بقى شكلها زياده عن اللازم، وبدات تتفشى. يعني ما بقتش قبلات كمان. يعني شفنا فاتن حمامه وشفنا ممثلات كبار، ما كانش فيه الشكل الصعب اللي احنا بنشوفه دلوقتي. انا فاكر فيلم ابي فوق الشجره باين قالوا مش عارف عبد الحليم بس ناديه لطفي كام بوسه، وكانت قصه كبيره جدا. لكن دلوقتي بقت صعبه قوي. فانا يعني مع منع هذه القبلات بهذه المشاهد الساخنه يعني. بعد الفاصل في مواجهه مع الصحافه كابتن شوبير في بدون رقابه. ابقوا معنا.